السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ لو بتحتاري كل يوم هتاكلي ايه، هتطبخي ايه، هتغدي ايه، اشتركي في قناتي وكل يوم هنزلك اكلاتي وخدي فكرة واطبخي بكرة. واكلة اليوم النهاردة هنعمل مع بعض احلى طبق بصارة كده ان شاء الله يعجبك. ونبدأ كده بالمكونات اللي عندنا خضرة وشبت وبقدونس، وعندنا بطاطساية صغيرة مقطعينها، وطماطماية وفلفلاية وبصلاية كده كبيرة ومقطعينها كده زي ما انتم شايفين. ومعانا الطبق الصغير ده فيه معلقتين من الملوخية الناشفة، وطبعا بلين الفول بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. انا بليته كده قبلها ب3 4 ساعات. حابة ان انت تبليه من بالليل براحتك، كل ما طبعا تبليه اكتر كل ما هيستوي معاكي بسرعة. زي ما انتم شايفين كده هنبدأ طبعا نحط المكونات بتاعتنا. كمية الفول اللي عندنا دي حوالي طبق صغير، يعني هو كده كده الفول بيزيد، ممكن دول يبقى ربع كيلو مثلا. فانت لو العيلة عندك كبيرة فممكن تعملي نص كيلو. الفول ده بيتباع بره. لو مش عندك لو عندك حبة فول مدمس ممكن تبليه وبعدين تقشريه وتستعملي الفول الأبيض اللي من جوه، أو تشتريه من عند العطار فول مدشوش. زي ما انتم شايفين كده نزلت بالبصلاية والطماطماية والبطاطساية والفلفلاية كل اللي عندي كده، وحبة الخضرة والشبت والبقدونس والملوخية الخضرا. كل ده بيديله ريحة خطيرة زي ما أمهاتنا كانت بتعمل لنا البصارة. طبعًا في ناس كتير ما بتحبش إن هي تحط الملوخية الخضرا، بس الملوخية الخضرا بتعزّز اللون الأخضر وبيدّيها ريحة خطيرة. عندِك حبة نعناع أخضر ممكن تحطي كده فرع صغير معاهم يتسلق معاهم، مش موجود عندِك حطي رشة بسيطة من النعناع الأخضر. كل ده بيعزّز لِك الريحة والطعم بيبقى خطيرة. بحبة بصارة كده إن شاء الله هتاكليهم هتحبيها بإذن الله. زي ما انتم شايفين هننزل بمعلقة من التوم، معلقة محترمة كده. التوم طبعا شيء أساسي في البصارة في العدس، لازم نحط معلقة توم كده بتديله ريحة طبعا وطعم خطير. زي ما انتم شايفين كده التوم ده احنا فرزناه قبل كده مع بعض ولسه الحمد لله محتفظ باللون الفاتح بتاعه. ادخلي على الفيديو كده وشوفيه ان شاء الله تعجبك طريقة التقشير السهلة وطريقة التفريز. هنبدأ كده نولع البوتاجاز بتاعنا ونكون محضرين حبة مية سخنين كده من الكاتل، وننزل على كل المكونات بتاعتنا بحيث ان المية السخنة هتسرع لك من عملية السلق بتاعتك، ومش هتاخد معاكي وقت طبعا لو انت مستعجلة على الأكل. وطبعا اللون الأخضر هنحتفظ باللون الأخضر الجميل بتاع الخضرة بتاعتنا، اللون الزاهي إن شاء الله. زي ما انتم شايفين هنبدأ نتبل البصارة بتاعتنا. هنحط كده مكعب من المرق عشان يعزز لنا الطعم. احنا عايزين نطلع بطبق بصارة كده يفتح النفس، مش عشان هي أكلة شعبية ما نهتمش بيها، لا، هندي كل حاجة حقها بحيث ان هي نطلع بأكلة تفتح نفسنا كده ان شاء الله. هننزل بمعلقة كزبرة ناشفة ومعلقة كمون ورش كده ملح، ظبطي الملح حسب اللي انت عايزاه، ورش كده رشة من النعناع الناشف. وزي ما انتم شايفين طبعا احنا قلنا حطينا مكعب المرق، ويا دوب هنسيبها كده تتسلق على نار هادية، مش عايزين نعلي البوتاجاز عشان ما تحرقش معانا. وهنغطي كده ونسيبها لحد ما تستوي. زي ما انتم شايفين كده بدأت اتشربت المية بتاعتها واستوى الفول بتاعنا. هنبدأ نحضر الهاند بلندر بتاعتنا كده ونضربها كده، او عندك الخلاط ممكن تضربيهم في الخلاط بمنتهى السهولة. الهاند بلندر اللي انتوا سألتوني عنها معاها قطعة لمضرب البيض او لا، هي كده قطعة واحدة، في منها نفس الماركة فريش ومعاها دورق كده، ومعاها طبعا مضرب بيض بس طبعا اغلى في السعر. انا عندي مضرب بيض منفصل ان شاء الله هعمل لكم ريفيو عنه. المضرب ده كويس عايش معايا فترة طويلة، فان شاء الله هعمل لكم ريفيو عن المضرب لو انت حابة تشتري مضرب بيض. للي سألتني عن الهاند بلندر دي، هي قطعة واحدة، حابة تشتري اللي هي فيها قطعتين بتبقى اغلى في السعر شوية. زي ما انتم شايفين كده هنحضر بصلاية محترمة كده ونقطعها شرايح، وننزل عليها بحبة من الزيت ونبدأ نشوحهم لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل، عشان طبعا نزين بيها البصارة بتاعتنا. زي ما انتم شايفين البصارة بتاعتنا انا ضربتها وحطيت لها حبة مية كده عشان تسهل عملية الضرب في الهاند بلندر، لان هي كانت اتشربت المية بتاعتنا. وزي ما انتم شايفين كده نبدأ نسوي البصل بتاعنا.
لحد ما ياخد اللون ده. أنا شِلت حبّة كده على جنب نزيّن بيهم، وحبّة هتنزلي بيهم كإنّهم طَشّة للبصارة بتاعتنا كده، وهتدّيها قلبتين بحيث إن البصل اللي إحنا عملناه ده بيدّيها برضه طعم. ده شيء أساسي، الخطوات اللي أنا باعملها لِك دي خطوة بخطوة للمبتدئين، للي أول مرّة يعملوا بصارة أو نِفْسهم يجرّبوا البصارة. هنبدأ كده ندّيها غلوة طبعًا بحبّة البصل اللي إحنا عملناهم، ومعلقة سمنة بلدي كده على الوش، هيدّيها ريحة وطعم خطير الصراحة. ونبدأ نغرف كده جنبهم حبة بصل، حبة خس، حبة جرجير، حبة طماطم، لو عندِك مخللات حطي، وهنزين الطبق زي ما أنتم شايفين كده. الصراحة أكلة جميلة وأكلة تفتح النفس وأكلة شتوية كده مصرية أصيلة. ودي كانت أكلة النهاردة ووجبة النهاردة. لو عجبتِك أكلة النهاردة وبصارة النهاردة ما تنسيناش كده باشتراك ولايك، وخدي فكرة واطبخي بكرة. وبألف هنا وشفا ليكم ولينا، ومع ألف سلامة، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.